أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين. اليوم شاهدنا مباراة كبيرة بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي. لكن قبل أن نخوض في تفاصيل هذه المباراة وهذه القمة الكبيرة بين عملاقين من عمالقة كرة القدم الأوروبية، المرجو الاشتراك في القناة. إذا كما يعلم الجميع بأن مانشستر يونايتد تفوق على مانشستر سيتي بهدفين لهدف. مانشستر يونايتد كان ند لند بالنسبة لمانشستر سيتي. مانشستر يونايتد كانت خطوطه على مستوى الدفاع كان جيد. على مستوى الدفاع كانت الخطوط متقاربة، كان تماسك على مستوى الدفاع. المراقبة لاعب للاعب كانت ممتازة بالنسبة لمانشستر سيتي. حتى اللاعب الدولي المغربي أمرابط كان آه، يؤدي الأداء الجيد بالنسبة لرقابة فودين في المباراة، وبالتالي هي مباراة كانت كبيرة على مستوى الدفاع بالنسبة لمانشستر سيتي، عفوا بالنسبة لمانشستر يونايتد. مانشستر سيتي ربما لم نتوقع منه هذا الأداء رغم الاستحواذ في وسط الميدان، رغم تكثيف الهجمات، لكن لم نشاهد هجمات سانحة للتسجيل. ربما حتى بعد التغييرات، حتى بعد تغيير بعض اللاعبين مثل إقحام دوكو الذي كانت لديه النجاعة الهجومية واستطاع أن يسجل واستطاع أن يقلص الفارق بالنسبة لمانشستر سيتي. لكن على العموم مانشستر سيتي لم يكن هو مانشستر سيتي المعهود عليه في الدوري الإنجليزي أو في دوري أبطال أوروبا. وبالتالي مانشستر يونايتد استطاع أن يحقق فوز ويسعد جماهيره التي كانت متعطشة حقيقة لهذا الفوز بهذه الكأس الغالية. تأر للموسم الماضي حينما خسر ضد نفس الخصم وهو مانشستر سيتي بهدفين لهدف. لكن هذه السنة عرف، أو تين هاك المدرب الهولندي عرف كيف يوقف من هجمات مانشستر سيتي. وبالتالي مانشستر سيتي لم يجد الحلول المناسبة. لم تكن لديه إيرلينغ هالاند، لم تكن لديه فرص سانحة للتسجيل. الحارس أيضا تألق أونانا. كل هذه الأشياء كانت جيدة بالنسبة لمانشستر يونايتد. حتى مانشستر يونايتد ربما تفوق بهدفين للصفر في بداية الشوط الأول، في الشوط الأول جعل المأمورية صعبة بالنسبة لمانشستر سيتي في الشوط الثاني، لأنه من الصعب أن تخترق دفاع صلب، دفاع يقوم بمراقبة لصيقة للاعبين. وأيضا كانت هنالك بعض الأخطاء بالنسبة لمانشستر سيتي. كان المدافع غفارديولا الذي أخطأ في الهدف الأول الذي جاء على إثره الهدف عن طريق غارناتشو. ثم بعد ذلك لاحظنا الهجمة المرتدة المدروسة لمانشستر يونايتد التي أتى منها الهدف الثاني، ولكن ما يثير اهتمامي في هذه الهجمة المرتدة هي اللمسة السحرية بالنسبة لبرناردو أو برونو فرنانديز. هذا اللاعب الأنيق، هذا اللاعب الممتاز. حتى في أسوأ حالات مانشستر يونايتد كان يأتي هذا اللاعب ويقدم لمسة أو لمستين في المباراة، ويأتي بالحلول دائما وأبدا. بالتالي مانشستر يونايتد استحق الفوز، لم يسرق الفوز من مانشستر سيتي. مانشستر سيتي كل الجماهير وكل المترقبين للشأن الرياضي كانوا يظنون أن مانشستر سيتي سيفوز بسهولة على مانشستر يونايتد، لأن مانشستر يونايتد كان يعاني على مستوى الدوري المحلي. على مستوى الدوري الإنجليزي احتل المركز الثامن في مستوى الدوري الإنجليزي، وبالتالي كان هذا هو المنفذ الوحيد له من أجل المشاركة في اليوروبا ليج، وتحقق له ذلك من خلال الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي. إذا مبروك 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 لعشاق مانشستر يونايتد، وهارد لك لعشاق مانشستر سيتي.